إخواني أخواتي، تحياتي لكم والسلام عليكم. فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم حلقة خاصة نزولا عند رغبة الأصدقاء اللي طلبوا مني باش نعاود بعض الطرائف وبعض الحكايات اللي وقعت لي في السيرفيس أثناء الاشتغال ديالي في مهنة الأمن. وبطبيعة الحال كنشكركم قبل ما نبداو بالقصة، كنشكركم بزاف على الدعم ديال القناة. والقناة صراحة ناجحة وعدد ديال المتابعين كيتزاد، وكنشكركم على المشاركة ديالكم في إنجاح القناة والمساهمة ديالكم بالبارطاج وبالأسئلة ديالكم والتعاليق ديالكم اللي تقريبا كلها تعاليق إيجابية وكتفرح. وأنا مستعد في أي لحظة عندكم شي سؤال حطوه تحت الفيديو كالعادة، أنا راه غنجاوب عليه. كان بإمكان نجاوب عليه راه نجاوب، كان الجواب طويل راه غندير حلقة خاصة. وحتى نتوما إلا عجبكم شي موضوع أو إلا بغيتو تستافدوا من شي موضوع، كتبوا لي تحت الفيديو تعاليق على المواضيع اللي كتبغيو باش نعرف شنو هما المواضيع اللي خصني نتناولها. وهنا انا كناخذ المواضيع، كندير المواضيع على حساب العدد ديال الطلبات ديال الاصدقاء. المواضيع اللي كيطلبوهم الاغلبيه او كثير من الاصدقاء راه كنديرهم، والمواضيع اللي كيطلبوهم القليل من الاصدقاء حتى هما كنديرهم ولكن من بعد. اليوم القصه ديال اليوم هي قصه ديالي انا واحد شرطي الله يعمرها دار، شرطي محترم وشرطي مؤدب وشرطي متخلق، شرطي الصلاة والدين والعبادة والقراية والرياضة. هذا الشرطي هذا من أطيب خلق الله، وبكثرة الطيبوبة ديالو كان كلشي كيبغي يخدم معاه، أي واحد كيبغي يخدم معاه، وأنا كنت دائما عزيز عليا نخدم معاه. ودائما فيما كيكون شي دوريات كنطلب دائما الكوموندون دو كومباني او رئيس الفصيله باش يحطني معاه نخدم انا وياه، لانني انا كيعجبني هذا النوع ديال الناس وكنرتاح ليهم وكنستافد منه. وهذا الشرطي هذا كان مسكين لدرجه انه ما كيريكلاميش، ما عمرو كيريكلامي على تماره ولا يقول لك بانني عييت، ولا فيما حطيتيه كيخدم، ولا حطيتيه في واحد البلاصه يقدر يبقى فيها حتى تقول لي سير بحالاتك. يعني ما كيعياش وما كيريكلاميش، وزيد عليها فمو عسل، دائما الهضره عنده اداب، ودائما الانضباط، دائما الكسوه ديالو نقيه، الكسوه نقيه ومحدده، ودائما بشوش، دائما كيضحك، وجو دائما كيحسن، الشعر دائما محسن، يعني انه شرطي انيق، شرطي انيق بما الكلمه من معنى، ومنضبط، ما عمرو كيجي متاخر على السيرفيس، ومنبليش، ما عندوش حتى شي بليه، ما مبليش بالبليات، ويعني اي حاجه متوفره فيه صراحه. وكنت هاد البوليسي هذا كنبدا نهضر انا وياه، كيقول لي اخي خامسي، انا الامنيه ديالي اخي خامسي هي نمشي للحج انا وماني الدار، اولا نمشي للعمره. قال لي هذه الامنيه ديالي في هذه الحياه هذه. يعني انسان متواضع، وانسان يعني مجموع فيه كل شيء. المهم واحد النهارية عندنا خرجنا نخدمو في الصباح في أقدال، شارع فاود عمير. الناس ديال الرباط كيعرفوا الرباط، شارع فاود عمير في أقدال. كنديرو الذهاب والاياب انا وياه دوريه، جوج ديال البوليس سنطا كحله. كنا ديك الساعه في منطقه حسان الهيئه الحضريه اولا سنطا كحله، كيديروا دوريات في الشوارع اللي اي واحد فيكم راه غيكون شاف جوج البوليس كيديروا الذهاب والاياب، كيمشيو ويجيو، اولا بوليسي ومخزني قوات المساعده، اولا بوليسي والبلاير، او بعض المرات كيكونوا مخالط، كيكون بوليسي مثلا كيكون هيئه حضريه، وكيكون مخزني، وكيكون معاهم واحد من فرق التدخل السريع، اولا جوج ديال الهيئه الحضريه وواحد من فرق التدخل السريع. انا خدمت، الدراري كيعرفوني، وحتى الدراري اللي كيشاهدوا الفيديو حاليا كاين فيهم اللي خدم معايا في أقدال، وكانت كتعجبهم صراحه يخدموا معايا، لان كيستافدوا وكيرتاحوا،
ويعني وخدمه كتدوز غير بسلاسه، وخدمه كدوز كيف ما كنقولوا حنا قولها وضحك عليها، ما كاين لا مشاكل، ما كاين لا مدابزه، ما كاين لا يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تاثر على السيرفيس. كنخدموا بخير وعلى خير، وكنساليو السيرفيس ديالنا مرتاحين وبخير وعلى خير. بغا يتقهوى كاين الوقت ديال القهوه، باغي يدير كاسكروط كاين الوقت ديال الكاسكروط، باغي يصلي كاين الوقت ديال الصلاه. المهم كل حاجه كتكون قانونيه وكتكون في وقتها بلا مشاكل بلا والو. هاد النهار هذا في الصباح خدامي انا وهاد البوليسي هذا، هي هذيك خدامين كنمشيو نجيو وكنضحكوا ونهضروا. واحد الوقيته قربات وقيله الظهر ولا بقيت عاقل، وقفت علينا واحد الرونج. داك الرونج حل الجاج وعيط لينا وكيهضر باللهجه خليجيه، هجره مشرقيه، مش لهجه مشرقيه ماشي لهجه ديال المغرب. الرونج هي ماتريكيل ديال الرباط. قالنا واحد اللحظه من فضلكم، مشينا عنده عطيناه التحيه، لان نتوما عارفين البوليسي ملي كتوقف عليه السياره واخا باغي يسول كيعطيه التحيه، باغي يسول ولا مثلا باغي يوقفوا على مخالفه ولا حاجه كيعطي التحيه للمواطن. المهم قال لنا هذه هديه، جبت جوج ديال لي زونفلوب، قالنا هذه هديه من عند الشيخ. حنا ما عرفناش واش هو الشيخ او لا شي حد اخر، هو شي حد اخر وهذا خدام معاه. المهم اش قال لنا هذه هديه من الشيخ، عطانا جوج ديال لي زونفلوب، قلنا ليه شكرا الله يكثر خيرك. ديك الساعه كان قريب رمضان يدخل، قريب رمضان هي هذيك. وهذا صاحبي هذا بقوه ما عطيه الله واحد الايمان قوي، في رمضان كياخذ كونجي ديالو، غالبا كيطلب كونجي في رمضان باش كيقول لك قال لك انا خي الخامسي كنبغي عزيز عليا كونجي في رمضان باش نقدر العبادات ونقدر نصوم في خاطري ونقدر نصلي التراويح ونقدر ندير بزاف ديال الحوايج. المهم كان دافع كونجي في رمضان. قال لنا هذاك المشرقي قال لنا غادي تختاروا رقم واحد ورقم جوج، واحد فيكم راه يختار رقم واحد وواحد فيكم راه يختار رقم جوج. المهم رجعنا للور انا وصاحبي، قلت ليه شنو غادي تختار، قلت ليه انا نختار رقم واحد وانت رقم جوج. قال لي صافي مشات. رجعنا عنده قلنا ليه اختار لنا الارقام، ولكن كنتمنى تكون هذه ما يكونش شي مقلب ولا يكون شي كاميرا خفيه ولا شي حاجه. قالنا لا ماشي مقلب ماشي كاميرا خفيه، ولكن هذا الشيء هذا صحيح. المهم شكون فيكم اختار رقم جوج؟ درت في صاحبي قلت ليه ها وانا نقول لي راه هو اللي اختار رقم جوج. قال لي انت ما عندك زهر. قال لي صاحبك محظوظ بزاف، واليوم عنده واحد المفاجاه كبيره بزاف اللي غادي تكون غتدخل عليه الفرحه وغتدخل الفرحه على والديه. انا صراحه عجبني الحال، لان كتكون مثلا شي حاجه مزيانه لشخص مناسب، شخص مزيان، شخص كنعرفوا بانه محترم كتبغي ليه الخير. المهم قال لنا دار عند صاحبي وقال ليه عندك عمره انت ووالديك. الصديق ديالي حسيت به فرحه، الفرحه اللي ما تيقش راسو. قال لي واش كدير لنا شي كاميرا خفيه ولا شي مقلب هذا؟ قال لي لا، قال لي ماشي كاميرا، وحلف بالله قال لي ماشي كاميرا وماشي مقلب، ولكن هذه واقعيه، هديه من عند الشيخ غادي يخلص عليكم كل شيء. يخلص عليكم الطياره ويخلص عليكم لوطيل ويخلص عليكم كل شيء، ما تخسروا حتى ريال في داك العمره. ما عدا حاجه وحده، الا بغيتو تشريو كادوات ولا هدايا للعائله ديالكم ماشي مشكل، هذيك كتخلصها من جيبك، ولكن العمره غتمشي ما دي معاك حتى درهم، غتمشي دير العمره ديالك وترجع بحالاتك انت ووالديك. قال لي وغنزيد ناكد لك، عطيني التليفون ديالك من بعد باش ناخذ جميع المعطيات ديالك، غناخذ جميع المعطيات اللي متعلقين بك انت وبوالديك وباسبورت ديالكم، باش ان شاء الله نديروا واحد لاضات واحد التاريخ اللي غتمشي فيه ان شاء الله انت والوالدين ديالك العمره. عطاه التليفون، السيد صافي طار بالفرحه، ما تلاش كيبان ليه يخدم داك الصباح، صافي يعني جاتو واحد الفرصه هديه من السماء. داك اللحظه اللي كان كيقول لي بانه الامنيه ديالو في هذه الحياه هذه هي يمشي للعمره
اولا الحج هو والديه، كانت بيبان السماء مفتوحه وجاتو هديه من السماء، ربي استجب ليه، ربي استجب ليه وحقق ليه الامنيه ديالو. هنا باش كيقول لك بانه راه الانسان ما يقنطش، والانسان ما عمره يأس من الحياه، لان بعض المرات في اللحظه اللي كتكون تيأستي من الحياه كيعطيك الله الفرج، كيعطيك الله، كيسلط عليك الله الفرج، كتفتحوا لك البيبان وكتحققوا الامنيات ديالك. داكشي الانسان مثلا هادو اللي كينتحروا ولا هادو اللي كيديروا شي حوايج في راسهم ولا سميتو، راه الانسان ما خصوش يدير هكا. لان علاش؟ لان في الوقيته اللي غادي تكون تتفكر فيها في شي حاجه خايبه، راه ربي يقدر يفتح لك البيبان وتقدر في لحظه واحده يتحققوا الامنيات ديالك. من بعد انا منين سالينا السربيس وتفارقنا، ومن بعد في رمضان مشى العمره فعلا، اللي انا اتصل بيه داك السيد وقطع ليه البي ديال الطياره هو وباه وامه، ومشاو العمره ورجع وتلاقيت معاه وتعانقنا وقال لي تحققت الامنيه ديالي اخي الخامسي، فعلا تحققت الامنيه ديالي وربي كبير. وداك السيد فعلا صادق في الهضره ديالو وحقق لي الامنيه ديالي وما خلصت حتى ريال من جيبي. اضافه الى هذا داك لي زونفلوب من بعد ملي مشينا حليناهم لقينا فيهم 1000 درهم للواحد، عطانا 1000 درهم للواحد زائد عمره للصديق ديالي والوالدين ديالو. هنا باش كنقول لكم انا حتى المهنه ديال البوليس الا عندك شي رزق وبغالك الله شي رزق راه غيجيبوك حتى في مهنه البوليس، لان شحال من واحد كان في البوليس وترقى طلع مراتب عليا، ولا كاين اللي خرج من البوليس وخدم في خدمه اخرى مزيانه، وكل واحد كيفاش حقق ليه الله الامنيه ديالو. هنا باش الانسان ما ييأسش، وراه الله كبير وراه ربي كيحقق جميع الامنيات. كنتمنى هذه القصه القصيره تكون عجباتكم، والى اللقاء في حلقه الجايه ان شاء الله. كنوعدكم بمزيد من القصص اللي كتكون احيانا غريبه وقصص ممتعه وقصص من الواقع، خليتكم في رعايه الله، والى اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.